السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد سعيد وده يوم جديد بعنوان جديد واللي هو What should you do؟ هتعمل إيه لو حساباتك اتهكرت؟ والنهاردة هقولك تعمل إيه لو حسابك على فيسبوك اتسرق، وكمان هقولك في آخر الفيديو إزاي تحمي نفسك من ده. عشان ترجع حسابك المسروق على فيسبوك عندك حاجة من الاتنين، يا إما أنت ليك أكسس على الحساب أو وصول ليه عن طريق إيميل أو رقم تليفون وبس، مثلا ممكن يكون الباسورد اتغير أو حتى لو متغيرش. لو اتغير هتدوس forgotten password وهتخش عن طريق إن أنت تطلب كود على الإيميل بتاعك أو رقم تليفونك، وبعد كده تغير أنت الباسورد وهتطرد الحسابات أو الأجهزة بتاعة الهاكر اللي دخل. بعد كده هتحسن الحماية بتاعتك عن طريق إن أنت تعمل المصادقة الثنائية أو اللي هي اسمها two factor authentication، وتخلي بالك بعد كده ما تنزلش أي حاجة تضرك. وطبعا في أول حاجة أنت كده لحقت قبل ما هو يعمل أي حاجة تاني، وأنت لحقت الأكاونت يعتبر هو لسه ما اتهكرش أصلا. تاني حاجة واللي هي أصعب من الأولى، واللي هو لو أنت حكيت لأي حد هيقولك ربنا يعوض عليك يا باشا وشوف لك أكاونت غيره. بس انا هقول لك تعمل ايه لو ده حصل. دلوقتي انت ما بقاش ليك اي اكسس او اي وصول على حسابك، هتلاقي الايميل بتاعك اتشال، رقم تليفونك اتشال، والباسورد بتاعك اتغير. هنا مهم جدا لما تيجي تحاول ترجع الحساب بتاعك تخش من جهاز كان متسجل على الاكونت ده، او جهاز محفوظ عليه، سواء اذا كان براوزر او الابليكيشن بتاعك على فيسبوك على الفون او التابلت. ايه اللي انت هتعمله؟ هتخش على الحساب بتاعك هتدور عليه، او ايا كان انت هتدوس لو هو موجود عندك لسه الايقونة بتاعته هتدوس على forgotten password، او اللي هو انت نسيت الباسورد، لان انت كده كده اصلا مش هتكون عارفه لان الباسورد اتغير. بعد كده هتخش هتلاقي حسابات مش حساباتك، يعني مش هتعرف ترجعها عن طريق الايميل بتاعك، فبالتالي هتقول ان انت مالكش وصول على الحاجات اللي موجودة دي، هتقول no longer have access to these. بعد كده يطلب منك ايميل خاص بيك علشان يبعتولك عليه وتعرف تسترجع حسابك من عليه. بعد كده هيكون في شوية خطوات تانية هنوضحها في الفيديو. أول حاجة هتخش على فيسبوك من براوزر أو من الابليكيشن بتاع الفيسبوك، هتدوس على forgotten password أو إن أنت نسيت كلمة السر، وبعد كده هتدوس try another way، تدوس no longer access to this. بعد كده يطلب منك إن أنت تضيف الجيميل بتاعك أو إيميل خاص بيك، هتستلم عليه كود هتدخله علشان يتأكد إن ده حسابك فعلا. وبعد كده هيقولك تقدر ترجع حسابك بطريقة من الاتنين. لو انت بتستخدم الابليكيشن هيقول لك ان انت ممكن تدخل الباسورد القديم بتاعك عشان يتاكد ان ده فعلا انت، او ان انت ترفع البطاقه بتاعتك وبرضه عشان يتاكد ان دي هويتك، او ان انت لو دخلت من البراوزر هتلاقي ظاهر لك بس انت ترفع ابلود اي دي اللي هو البطاقه برضه بتاعتك، طبعا هتصور الوش بتاع البطاقه اللي باين فيها اسمك وصورتك وتاريخ ميلادك. بعد كده الفيسبوك هيبعتوا لك ايميل يقولوا لك فيه تسجل ازاي وترجع حسابك ازاي، هيبعتوا لك باسورد لو هو عامل كمان تحقق بخطوتين، وعلشان ترجعه هيبعتوا لك هما باسورد هتسجل بيه بعد كده علشان تعرف تعدي الخطوه دي. ممكن نستخدم حاجه تاني ان احنا نفتح برضه من الفيسبوك، بس في موقع هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن لو انت الاكونت بتاعك مش موجود وانت عمال بتدور عليه لسه. فتكتب سيرش، طبعا هو بيقول لك اكتب الايميل بتاعك او رقم تليفونك بس انت مش معاك، فهتكتب اسمك عادي جدا وتخش تعمل نفس الخطوات برضو، تكتب ان انت ما عندكش وصول وهتدخل ايميل برضو خاص بيك وتسجل عن طريق الحاجه المفضله ليك او الحاجه اللي انت تقدر تخش بيها، سواء ترفع اي دي بتاعك او البطاقه بتاعتك، او ان انت تسجل بالباسورد القديم بتاعك. بعدها هيقول لك غير كلمة السر انت بنفسك، وبعد كده هم هيطردوا لوحدهم الجيميل او الايميل بتاع الهاكر نفسه وهيطردوه من حسابك، وتقدر انت تغير طبعا وتحمي حسابك بعد كده زي ما قلت لك، وما تخليش اي حد يضحك عليك ياخد منك بياناتك او ان انت تنزل اي برنامج فيه كراك. نيجي لآخر حاجة واللي هي ازاي تحمي نفسك من الهاكرز أو من إن حساباتك تتسرق من تاني. طبعا كل حاجة معتمدة على الأسباب، وعلى حسب السبب اللي حصل أنت تعتمد النصيحة. أول حاجة إن أنت متشاركش بياناتك أو بيانات حسابك لأي حد عموما لأي سبب مهما كان. تاني حاجة لو أنت نزلت برنامج كراك نزله أنتي فيروس، ولازم تنزل أنتي فيروس محترم عشان يمسح لك أي ملف كراك أو أي ملف هاك علشان ما يقدرش يوصل لحساباتك تاني وما يقدرش ياخد الباسورد بتاعك أو يهكر أي حساب ليك تاني، سواء إيميل أو قناتك على يوتيوب أو فيسبوك أو أيا كان، أو حتى انستجرام. لازم تعمل فول سكان بعد ما تنزل أي برنامج من برامج الأنتي فيروس القوية زي بيت ديفندر أو أفاست أو غيرهم. لازم تعمل فول سكان وتمسح أي حاجة متعلقة بملفات الكراك وما تنزلش أي ملفات كراك من تاني. بعد ما تخلص كل دول وتتأكد إن حسابك أو جهازك خلاص بقى آمن 100%، تقدر تغير كل الباسوردات بتاعت كل حساباتك سواء فيسبوك يوتيوب انستجرام
ايميل، كل حساباتك لازم تغير الباسورد بتاعها، لان دي بتكون داتا خلاص اتحفظت عنده لو انت منزل برنامج كراك. وطبعا متنساش تتابعنا على كل المنصات عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.